خلي أسولف لكم قصة صارت وياي قبل كم يوم. أحد الشباب إجاني للبيت أو اتصل بي لعب، المهم فد لقاء كان. قال لي شيخنا أنا عندي ملكة سيئة. طبعا ما قال لي إياها شنو الملكة السيئة. صار لي اليوم 3 سنوات تقريبا ما خليت طريقة حتى أخلص من هاي الملكة، ما قدرت. أتركها أسبوع أرجع لها ورا 4 أيام، أتركها أسبوع أرجع لها 10 أيام أرجع، ما مستحيل. قلت له زين مثلا اقرأ هذا الذكر، قال ما يفاد. زين سوي هيك، قال لي ما فاد. سوي هيك، سوي كل اللي عارفين سولفتني، قال ما فاد. قلت له زين هسه احنا بعد خويا أسنة، لأني كل اللي عندي اعطيتك اياه، ما اعرف بعد، بس عندي فد شيء واحد. روح لاهل البيت عليهم السلام، ادخل على ابي الفضل العباس عليه السلام، قل له مولاي تعدك الله منطيك ولايه، مقامك عظيم، فانا اقسم عليك بالله هذا المرض سوي له عمليه شيله يعني، والا هذا الادويه كلها ما فادت وياه. قال زين اكو غير هذا؟ انا اروح دوم ازور واطلب. قلت له سويها هسه المره، بس سويها من قلب. قال زين اروح. راح مولانا بعد شهر تقريبا او اقل الشهر اتصل بي نفسه، السلام عليكم السلام. قال لي شيخنا تذكر انا قبل شهر وهيك مده اتصلت عليك، عندي فد ذنب معين كنت اعاني من عنده وهيك. قلت له اذكر. قال ما تذكر شنو؟ قلت له لا ما اذكر. قال يعني ما تذكر انا قلت لك بيه شنو؟ قلت له ما اتذكر. قال شيخنا هسه المشكله مو بعلاج هذا المرض، المشكله انا نسيت هذا المرض. اللهم صل على محمد وعلى. أنا صراحة ما مر علي نسيت المرض شلون يعني. قلت له يعني شنو نسيت؟ قال والله أنا صدق أخذت حكايتك رحت للإمام العباس، دخلت على العباس قلت له أبو فاضل أنا إذا ظل علي مخربط، ما أقول لك عدلني، أريدك تعطيه شفت وديليت على قولته، خلاص شلع قلع يعني شيله كله بعد هذا الذنب ما أريده، وما أطلع من الضريح إلا تعالجه. يقول زين شيخنا انا هم صدق هيك سويت وتوسلت وبكيت وقرأت ادعية، طلعت بالكيشوانية يعني وصلت الكيشوانية نسيت انا ايش قلت بالزيارة. هسا اريد اذكر هذا الذنب شنو حتى ما اعيده، نسيته. هيك مولانا، هيك اهل البيت. اهم طريق الى الله هي هاي السالفة، والله لا كثرة الصلاة ولا كثرة الاذكار ولا كثرة العبادة ولا العلم، أقولها أنا أقولها بصراحة صريحة يعني، بضرس قاطع وبيان ساطع. أول شغلة بالدين، أول شغلة بالقرب من الله، اعرف ملكاتك السيئة واقلعها. الإمام علي شي يقول؟ درء المفاسد خير من جلب المصالح.